أول مرة مع بعض هنعمل بليلة. يمي يمي. أختي صغيرة بتموت فيها بطاطساية. يسلموا. ده قمح يا جماعة، مغسول كويس، منقياه كويس، ولسه هغسله حلو بقى واحطه في المية. المفروض بقى ان انا بنقعه ليلة. تمام، احنا دلوقتي في الظهر، فانا هنقعه من دلوقتي لحد بالليل. يلا مع بعض يا جماعه. نقعته في الميه بعد ما غسلته، عايزه اقول لكم هو ما شاء الله كان نضيف ومحتاج غسيل كتير. وهسيبه بقى لحد بالليل. عايزه اقول لكم اختي بترقص ورا الكاميرا من الفرحه. ليه يا سنه يا جماعه؟ لا لا، هعمل لك بليله. حصل اهو، شفتي؟ وفيت بوعدي اهو، بعمل لك بليله. الصبر بس، الصبر حلو. صباح الخير. ايوه صباح الخير، عشان النهارده يوم تاني ما قدرتش بصراحه اعملها من بالليل، سبتها منقوعه لحد. وده بقى شكلها، ودلوقتي هسويها. كلها ميه. هي دي الكمية اللي انا حطيتها سوري. بس وهحطها على النار لحد ما تستوي. شوفوا معايا كده، استوت باين من شكلها، وبتاخدوا واحدتين كده تدوقوهم. تمام. بالنسبة للمية، انا المية دي مش هصفيها لان جزء كبير من الفايدة موجود في المية، فانا هكمل على المية. تمام. اول حاجة هحط ذرة ملح بس كده. ودلوقتي هضيف اللبن، واضيف السكر حسب الرغبة طبعا، كل واحد حسب بيحب التحلية قد ايه. دقتها طعمها تحفة، وعايزة اقولكم السكر مظبوط، ويا جماعة طعمها رهيب بجد. لها لما غرفتها وكده نكون عملنا احلى بليلة مع بعض. نتقابل فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.